اخدت مثلا 6 ساعات بتذاكر فيهم في حين انك ممكن تذاكر في ساعتين او في 3 بس. وسؤال انا يعني بتساله من اصدقائنا الناس الجميله اللي هم الجداد او فيما مضى يعني، وانا دايما كان اجابتي واحده ما بتتغيرش، وهي هو انت ذاكرت وجبت يعني درجات عاليه ازاي، او جبت زي امتيازات في كل المواد، او ازاي قدرت تكون مثلا مرتب او اول دفعه او اول قسم. هو ما ينفعش يسأل شخص ازاي عمل ده، وانا قلت الاجابه دي كم مره، وهي ليه؟ لان كل انسان فينا عنده معطيات وظروف حياته ومستوى ذكائه. قد يكون انا مستوى ذكائي قليل فبذاكر كتير، او مستوى ذكائي عالي فبذاكر قليل. فاذا ساعات المذاكره عندي مش مقياس ان انا اقول لك بذاكر 6 ساعات يبقى انت لو ذاكرت 6 ساعات زيي هتبقى لا، مستحيل. كل واحد فينا عنده معطيات، يعني قد يكون طريق نجاح ليا بالمعطيات بتاعتي بظروفي انت لو تبعته تفشل فيه. ليه؟ لان معطياتك مختلفه، تفكيرك مختلف، تمام؟ الامور اللي في حياتك مختلفه، هندلتك للوقت غير هندلتي للوقت، مستوى ذكائك ممكن يكون اعلى مني، فانت تكون يعني اخدت مثلا 6 ساعات بتذاكر فيهم في حين انك ممكن تذاكر في ساعتين او في 3 بس.